انزل يا عبد الجليل، ريح نفسك ورا اي صخره ولا اي مصيبه. وانا يعني اللي حامل فيها وامها، انا هنزل افك يا باشا. افك ولا محصور احسن؟ اخلص وانزل انزل. عن اذنك يا حسام، اصل محصور. لا انت براحتك يا باشا. في مكان ليه يا رجاله؟ اتفضل يا باشا. وسع شويه يا شيخ حسن. ايه ده؟ شلالات نياجرا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. نضال، أنا في سؤال كنت عايز أسأله لك، بس بصراحة كده كنت مكسوف. لا ليه، عادي. ما انا كنت نايمه في كفن، يعني المكان اللي كلنا هننسال فيه. يعني بعد عمر طويل إن شاء الله يعني. ليه بتقول كده؟ هو الموت وحش؟ بالعكس يا حسام، يا بخت اللي ماتوا. عارف احلى حاجه في الموت ايه يا حسام؟ لا الحقيقة مش عارف. انه يكون ليه معنى، ويكون اللي مات ادى رسالته. طب حصل خير يا نضال. أنا أساسا ما كنتش عايز أسأل يعني، كنت بهزر معاكي يعني. ايوه يا ابو حسين، احنا عدينا تلت الطريق تقريبا. بعد شويه هنبقى في نقطه التفتيش اللبنانيه، هكلمك من هناك. متشكر يا ابو حسين، متشكر يا اخويا. لو سمحت يا ناجي باشا، التليفون ده ممكن يكلم مصر؟ لا مش عارف الحقيقه. طب معلش والنبي، اصل ممكن اكلم ماما، نفسي اسمع صوتها. خد كلمها، ما تقولهاش احنا فين. شرم الشيخ برضه. الو ماما. كده برضه يا زاهر؟ طول المدة دي يا ابني ما طمنيش عليك. انت فين يا ابني؟ انا كويس يا ماما، كويس قوي والله العظيم. لا لا ما تقلقيش عليا خالص. انا يا ابني ما بنامش، والله ما بنام. اوعى تكون بتعمل حاجة غلط يا زاهر. والله العظيم ما عملت اي حاجه تغضبك يا ماما. احنا في شرم الشيخ. في شرم الشيخ، كلها يومين ثلاثه وراجع على طول ان شاء الله. اطمني اطمني يا ست الحبايب. اديني كريم بقى اكلمه، اديني كريم. ايه كريم؟ كريم ايوه ايوه يا كريم. ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ اسمع يا واد، عايزك تخلي بالك من ماما كويس قوي. بقول لك ايه، انا عايزك تحلم باي حاجه وانا احققها لك. يلا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. متشكر قوي يا ناجي بيه. انا كان قلبي بيكون عليهم قوي، بس اول ما سمعت صوتهم روحي ردت فيا. بقول لك ايه يا كبير، لا مؤاخذة يعني، مش زاهر بس اللي امه حرنانة عليه، ما احنا امهاتنا برضو قلبها بيهف علينا، ولا احنا يعني ولاد البطه الدايخه. وبعدين ما يغركش يا كبير ان انا عافياجي كده، انا من جوه بسكوته يا كبير، وبفكر في امي ليل نهار. هتكلمها فين؟ ده قاعده في الشارع. لا يا كبير، ما انا كمرت لها نمره على عده كده عشان ابقى اطمن عليها. تلاقيها بعته. لا يا كبير، ما بعتوش، والنبي يا كبير اسلم عليها بس يا كبير، عشان خاطر يا كبير اسلم عليها. خد. ربنا يبارك لنا فيك يا كبير، استاذنك بس اطلع النمره. ايه ده يا كبير؟ ايه ده باين عليها يا كبير مش متاح ولا غير مغلق ولا الحاجات دي يا كبير. وريني يا حمار، لازم تطلب الاول الكود بتاع مصر اللي هو 002. ايوه يا حاجه. ازيك يا حاجه؟ اما انت وليه قليله الادب صحيح. انت بتشتمي ليه؟ امسحها فيا يا كبير، امسحها فيا. خد امسحها فيا يا كبير. دي وليه شرشوحه. معلش يا كبير، معلش امي غشمه شويه. يلا. الو. ايوه ياما، ايوه يا ام الغوالي، انا عبد الجليل. اما انتوا ليه قليله الادب صحيح؟ الله، انا جرى ايه ياما؟ في ايه؟ انا عبد الجليل ابنك ياما، ابنك عبد الجليل. ايه؟ انت بلغت عني ياما ولا ايه؟ ايه؟ اسرائيل؟ انا؟
لابس لبس؟ لا لا ياما خالص، لا 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 لا، مفيش حاجه من الحاجات دي خالص ياما. الله، وبعدين ياما هو في جاسوس بيلبس لبس عسكري؟ لا ياما خالص، مفيش الحاجات دي. ايه ياما افهميني بس، افهميني، عملوا فينا ايه يا اختي؟ طب ايه رايك بقى ياما احنا علمنا عليهم وشرطناهم من تحت لفوق. ياما شرم، احنا كنا احنا كنا في شرم ياما. وتلاقي بس اللي في اسرائيل ده واحد شقي ولا حاجه. والنبي ياما، والنبي عايزك تجيبي جلابيه الحج اللي احنا قلنا عليها، والنعمه ياما انا حججك، والنعمه انا حججك، وعايزك ياما تفرشي الملايه في الحاره وتقفي عليها بكعوبك وتقولي اي حد خد مني حاجه هردها له بتاع 10. يلا يا ام الغوالي، مع السلامه يا حبيبه يا حبيبه. شكرا يا وفيق، شكرا. لو سمحت لي يا ناجي باشا دقيقة واحدة بس على ساعتك. ايه، هتكلم امك كمان يا شيخ حسن؟ لا دي مكالمة لوجه الله، الشيخ عبد الله اللي مسك مكاني في المسجد. هو سنترال. خد. الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ عبد الله؟ إيه؟ لا يا راجل، هذا كذب وافتراء وبهتان. اعلام ايه يا راجل؟ حد يصدق الاعلام ده؟ اعلام كاذب. بقول لك ايه، انا راجع كمان يوم ولا 2 بالكتير. سجاجيد المسجد كلها هتتغير اول عن اخر، والمنصه والمأذنه هيدبنوا من جديد، وعاوزكم تتفاوضوا على حته الارض اللي جار المسجد دي. ايوه عشان نعمل توسعات، ربنا يوسعها عليكم وعلينا. ايوه، السلام عليكم، مع السلامه. سلام ورحمه الله. ربنا يخليك لينا. الله يخرب بيوتكم، التليفون قطع شحن. انت معكش شاحن عربيه يا باشا؟ شحن ايه في الهو اللي احنا فيه ده؟ خلاص كلها نص ساعه ونوصل. يلا كله على العربيه. باشا، هو انا ممكن اخد نصيبي في سوريا؟ مفيش حد هياخد دولار واحد، كله هياخد فلوسه في مصر. اشمعنى يعني عايز تاخد فلوسك في سوريا؟ انا بقول يعني الواحد يقضي له يومين استجمام بعد العذاب اللي شفناه ده يا باشا. انت يا ابني فاكر العمليه خلصت؟ طول ما احنا بره مصر فاحنا مهددين في اي لحظه. مفيش امان غير في مصر. عمار يا مصر، عمار يا بلد الامن والامان. والله انت عارف يا باشا، بلدنا دي يا مقاسد، ربنا يخليك لينا يا بلد. بس ايه، كان ليها شمخه في الحرب وشمخه اكبر في السلام. ارفعي الواد على التجليل.